كلهم مليان. يعملوا معانا ليه كده؟ الفكره في الامتحان خد نفسه زي الزفت. انا بقى عايزه اقول للوزير كلمه، يعني انا عايزه اقول له بصي الاجابات طالعه من الدوائر طالعه بره الورقه عشان بيشدوا ميتين الورقه ليه؟ يعني المشكله في المراقبين. انا مش عايزه احضر الامتحان، يبقى ليه بتعملوا فينا كده؟ حرام عليكم. وتفتيش ذاتي اللي مش تفتيش ذاتي ده اسمه تحرش. انا لو قابلت رئيس اللجنه هكون مصارينه عشان يعمل فيا كده. ايه ده؟ حرام اللي بيتعمل ده فيا. اعصابهم واعصابنا تعبنا. تعبنا طول سنه 12 شهر مفيش ماده نطلع فيها كويسين، ويا ريت على قد بنتي بس. كل البنات كل الطالبات يبقى العب فيا ولا في الامتحان وفي الوزير. ما ينفعش الكلام ده. ما يتحلش والله العظيم، ما يتحل بجد. الوقت قليل جدا لما اوصل لحد رقم 30 وما فيش ولا لو، ويقول لي 3/4 الوقت فات. طب وال20 ده حلهم امتى؟ يقول لي حلهم ببركه ربنا. ده يعني ده يرضي ربنا ان انا احل بالرفع كتب وكمان اسمع كل الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب وحصص مصر احلها وكل ده، وفي الاخر ولا الهوا الحديثه اللي بتتحل